هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ لو بتحب البيتزا وعايزة تعملي في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وطعم زي المطاعم واحلى، الفيديو ده ليكي. النهاردة هنعمل مع بعض بيتزا بالفراخ بطريقة سهلة وسريعة هتخلي كل البيت يطلبها منك. يلا بينا نشوف المكونات مع بعض. 3 كوبايات دقيق، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة خميرة ورشة ملح، معلقتين لبن بودر، وده اللي هيخلي طعم العجينة في حتة تانية. هنبدأ نقلب كل المكونات مع بعض. وهنضيف معلقتين كبار من الزيت. هنقلب الزيت مع المكونات لحد ما الزيت ما يختفي تماما. هننزل بكوباية مية دافية 250 جرام، وهننزل بيها شوية شوية لحد ما العجينة تبقى معانا طرية. وهنا هنبدأ نعجن بإيدينا. لو ملاحظين ان انا بنزل مية واحدة واحدة. هنبدأ نلم العجينة ونسيبها تخمر ساعة. زي ما انتوا شايفين العجينة طرية وناعمة وما بتلزقش. الكمية دي هتعمل معانا 2 بيتزا وسط. هنفردها ونسيبها تخمر ربع ساعة في الصينية. في طاسة على النار هننزل ببصلاية كبيرة مفرومة. اول ما البصلاية تبقى معانا بالشكل ده هننزل بفلفل رومي، انا حاطة 1 بس. طماطمية واحدة بس. اول ما الفلفل والبصل والطماطم يبقوا معانا بالشكل ده هننزل بالفراخ. الفراخ متقطعة مكعبات ومتصفية كويس جدا. هننزل بمكعب مرق الدجاج، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة من السبع بهارات، معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، معلقة صغيرة كاري، وهنقلب ده كله مع بعض.
هنضيف فنجان صغير من المية. اول ما العجينة تتخمر ربع ساعة في الصينية هنعمل فتحات بالشوكة عشان العجينة تتنفس وتستوي كويس. بعد كده هنضيف الفراخ، بعد كده الجبنة الموتزاريلا 20 دقيقة وتكون جاهزة معانا. وبكده خلصنا احلى بيتزا بيتي. يا رب تكون البيتزا عجبتكم، ما تنسوش تسيبولي رأيكم ونتقابل في وصفة جديدة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. باي باي حلوين.